السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أسلفنا في ليلة أمس أنه لن يكون هناك إعلان عن أي لوائح، ودعوناكم للنوم قليلا، والآن حان الوقت الانتباه لتلك اللوائح. واليوم منذ قليل تم الإعلان عن لائحة المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات التشافوية من مديرية ترشيح إقليم بني ملال أو بالأكاديمية الجهوية بني ملال أو خنيفرة بني ملال. يعني هذه الأكاديمية هي الوحيدة لحد الساعة التي أعلنت عن اللوائح الخاصة بالمدعوين لاجتياز الاختبارات التشافوية. وطبيعة الحال غنخليكم بالنسبة للناس ديال هذه الجهة دي غنخلي لهم الرابط ديال الموقع منين يدخلوا يشوفوا واش تم الاستدعاء ديالهم ولا لا، والبقية إن شاء الله بمجرد ما سيتم الإعلان عن باقي الأكاديميات سنعلن عنه إن شاء الله في فيديو قادم، أو سأضع الرابط على منصة اليوتيوب، يعني على القناة، ويمكنكم من خلاله الاطلاع على أسمائكم. كما أريد أن أشير أن بالنسبة لهذه الأكاديمية هذه يعني أشارت لأمر مهم جدا، وهو على المترشحين الحضور في الزمان والمكان محددين أعلاه مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من الاختبارات. يعني الإنسان مخصوش يتعطل ويجيب معاه لاكارت ناسيونال. ما عرفتوش هذا الأمر لجميع الأكاديميات أو فقط لهذه الأكاديمية، لأن هناك من تحدث عن إحضار نسخ أو الشواهد الأصلية. مهم نتوما ما خاسرين والو، الملف ديالك اللي فيه الشواهد ديالك وفيه النسخ وفيه الالتزام وفيه الوصل ديال الترشيح ما فيه باس أنه يكون في المحفظة اللي غادي تدي معك. وكنتمنى لكم جميعا كل التوفيق، وسنوافيكم بكل جديد. تحياتي لكم ودمتم متألقين ومتألقات.